عايزه ازاي تعرفي نضفت بوتاجاز ازاي في 5 دقايق وسلكت العيون بتاعته وخليت العيون منوره كده زي ما انت شايفه وخليت السلستين يلمع في اقل وقت واقل مجهود، حتى لو مليان دهون ولو مليان حروق، حتى لو العيون مسدوده. هنسلك العيون مع بعض وهنشطف البوتاجاز وهنرجع السلستين بيلمع. مش المفروض ان انت تغسلي البوتاجاز وبس وتسيبي وما تسيبيش فيه اثر لمعه السلستين. لازم السلستين معاكي يلمع بكل تفاصيله. شايفين هنا انا في مكونين 2 بغسل بهم البوتاجاز بيرجعوا لي البوتاجاز بيلمع. السلستين بتاعه اكن انا لسه شاريه حالا دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير واحسن حال. اجمل متابعين في الدنيا، ربنا يكبركم يا رب ويخليكم ليا، ودعوه عليكم مني بالشفاء. ما تنسوش اللايك والشير، ويلا نخش على الفيديو ان شاء الله باذن الله. النهارده انا هكلمكم عن تنظيف البوتاجاز وكمان العيون. انا البوتاجاز بتاعي 4 عيون مش 5، بوتاجاز صغير كده على قدي. كنت سايباه من زمان، ما كنتش نضفته، بس انا ما صورتوش قبل يعني وهو متسخ. ما جاش في دماغي الفكره ان انا اصوره وهو متسخ. قلت اصوره لكم وانا بنضفه كده، قلت اصوره لكم. كان متسخ جدا. لميت الحوامل بتاعته والعيون. شايفين هنا بقى انا بعد ما دعكته ونضفته والميه اللي في العيون دي كلها بقى انا بنشفها بمناديل وبرجع انشفه تاني. بس انا بيهمني قوي يا جماعه ان السلستين بتاعه يكون بيلمع. فانا عشان المع السلستين بتاعه لازم اكون غسلاه. ده المكون اللي انا بقول لكم عليه اهو. دي بودره عباره عن ازازه كده بودره، ديت بتلمع السلستين جامد جدا. بتبدا ان انتوا ترشوها كده، طريقه استخدامها يعني بتبدا ان انتوا ترشوها بالطريقه ديت على البوتاجاز بعد ما بتغسليه، وبتشيلي من عليه اي اتساخات. يعني لو في حاجه لازقه كده ضحكتين كده بالصابونه والسلكه، شويه صابون وشويه سلكه من بتوع المواعين، وتبدا ان انتوا ترشوا عليها البودره ديت. بترجع لك السلستين بتاع البوتاجاز تاني بيلمع كأنك لسه جايباه جديد. اما ده العبوه دي ب15 جنيه، في منها الاكياس، الكيس ب2 جنيه. اللهم صل على سيدنا محمد. ده بتحط منه شويه بقى، اي دهون قدامك بينسف. انا بعمل الدوت وده مع بعض، اللي هما الاثنين دول مع بعض، ده ب15 جنيه ودي ب15 جنيه. يعني العبوتين دول ب30 جنيه، ممكن يقعدوا عندي 3 شهور. للبوتاجاز بقى حلل سلستين، اطباق سلستين، كل حاجه سلستين عندك بيرجعها جديد. يبقى ده اللي هو في الكيس ده للدهون والحروق وكل حاجه فيها دهون وحروق، حتى الارض حتى السيراميك. طيب اما اللي شوف بقى انا حطيتهم الاثنين هنا مع بعض وبدات ان انا ادعك بهم الاثنين، والله العظيم انا شفت وشي في البوتاجاز. انا شفت وشي في البوتاجاز. لا تقولك بقى ملح ليمون ولا خلطات ولا كلام من ده خالص خالص خالص. بجد المكونين دول جمال جدا. علبه البودره اللي انا جايباها ديت في منها الكبيره ممكن تقعد معايا 6 شهور ب30 جنيه ولا حاجه. وكمان الازاز زي ما انتم شايفين خليته، والله انا واقفه الازاز بقى مرايه، شفت وشي فيه. شايفين ما شاء الله. بعد كده بقى بدو اشطفه بالميه. كان عليه دهون الصراحه، بقى لي يعني داخله في شهر، انتوا عارفين ان انا تعبانه وما بنضفوش على طول. فمحمد ابني الله يبارك له يعني كان بيساعدني كمان في تنظيف البوتاجاز اهو. وبدات ان انا اغسله كمان بالميه وارشه بالميه، وبعد كده ببدا بقى انشفه تنشيف يعني بالفوط وبالمناديل. ما بخليش فيه نقطه ميه، يعني انا ما بخليش فيه نقطه ميه، نقطه واحده ميه ما بخليش فيه نقطه ميه. محمد هنا هو اللي كان بيصور. هنا بقى الحوام العيون بتاعت البوتاجاز بدات احط عليها برده من البودره والسائل اللي انا بقول لكم عليه ده. خد سكرين شوت وروح عند بتاع المنظفات، روح هاتي هنا ميه سخنه بتغلي، انا ما دعكتش فيهم حاجه، يعني انا دعكت فيهم بسلك. شايفين اول ما حطيت الميه بدات الرواسب تطلع على الوش على طول. بتبداي بقى العيون تسلك معاكي من الميه السخنه ومن اللي احنا حطيناه ده. وهنا البوتاجاز بعد ما نشفته ولسه برده بعد ما غسلته بالميه ولسه هنشفه، هنشف العيون. شايفين الميه اللي واقفه في العيون دي انا هنشفها. نشفتها بقى بمناديل وفوطه ناشفه، الفوطه المطبخ الناشفه. بقى البوتاجاز والله العظيم بيلمع. شوفوا هنا بقى انا هنا من غير لا دعك ولا حك ولا اي حاجه، دعكتهم دعكه بسيطه كده. انا بس بوريكم العيون طالعه نظيفه ازاي. وشايفين الرواسب في ثانيه. يعني الموضوع كله اصلا ما كلفنيش 3 4 جنيه، لان انا ما خدتش من البودره والبتاع دول الا شويه صغيرين. بصوا الحوامل مطلعه قد ايه رواسب وحاجات كانت ساده الحوامل. الميه السخنه جباره. شايفين اللمعان، شايفين الالومنيا ده بيلمع ازاي. شوفوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. وانتوا اكيد شفتوا منظر البوتاجاز في دخله الفيديو وانا بكلمكم عنه. شفتوا النار قويه قد ايه وشفتوا البوتاجاز بيلمع قد ايه. اهي البودره دي فتاكه، عارفين عامله زي اللهلوبه كده، عارفين اللهلوبه بس
هما الدويتو دول مع بعض فظاع. حتى الحمامات مرسوم على السيراميك والارضيات، صراحه هيوفر عليك الكلور وريحه الكلور المقرفه واي حاجه. دول ايدي في المطبخ صراحه، بعد الصابون بتاع المواعين دول ايدي في المطبخ ما شاء الله عليهم، فتاكين وجبارين. يعني الشركه اللي عملتهم، انا مش دعايه، بس الشركه اللي عملتهم ما شاء الله عليها. يعني هو منتج رخيص، بس ما شاء الله عليه.